تجربة رائعة اتعملت في برنامج برين جيمز، محتاجين نقف قدامها دقايق. التجربة اتعملت في عيادة في أمريكا. مريضة دخلت الاستقبال عشان تكشف حجز عند الدكتور، فموظفة الاستقبال طلبت منها إن هي تقعد عشان تستنى دورها. في الاستقبال بقى في مرضى تانيين مزيفين تبع اللي بيعملوا التجربة، قاعدين هما كمان مستنيين دورهم. لحد هنا ده حاجة عادية وبتحصل كل يوم. بس اللي حصل في التجربة دي ده اللي مش عادي. إيه اللي حصل في التجربة؟ ده اللي هنقوله في خلال الحلقة دي. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة لأن ده حقيقي بيساعد. أنا أمير ودي مش عارف. بعد ما البنت بتقعد في الاستقبال مع حوالي 7 أشخاص مستنيين دورهم في إن هم يدخلوا للدكتور هم كمان، بيطلع صوت صفارة معينة في العيادة. بعد ما صوت الصفارة ده يطلع، كل المرضى المزيفين بيقفوا ويقعدوا تاني من غير أي مبرر منطقي للي هم بيعملوه ده. أول صفارة ال7 قاموا وقفوا وقعدوا تاني والبنت مستغربة. تاني صفارة نفس الكلام، الناس تقوم وتقعد والبنت مش فاهمة. تالت صفارة البنت عدلت قعدتها. رابع صفارة أيوه بالظبط، البنت قامت وقفت معاهم من غير ما تفهم سبب اللي بيعملوه ده. فعلا قامت وقفت معاهم، ما حاولتش حتى تسأل سبب اللي هم بيعملوه، هي بس حست ان هي لازم تقوم تقف معاهم. وبعدين بقى عملوا ايه؟ بدأ يدخلوا المرضى للدكتور واحد واحد عشان يكشف ويمشي، يعني عايزين يبعدوا الناس اللي حواليها عنها عشان تبقى لوحدها. المهم فضل الحال كما هو عليه، يقفوا ويقعدوا مع كل صفارة وهي بتقف وتقعد معاهم. وبدأت الناس تمشي لحد ما الاستقبال فضي خالص ما بقاش في غيرها والصفارة صفرت. وهنا بقى الحاجة المثيرة جدا للاهتمام، البنت لما سمعت الصفارة قامت وقعدت مع انها لوحدها تماما، بتطبق قواعد المجموعة من غير ما تفهم، كأنها اتبرمجت خلاص. المهم دخل مريض جديد للعيادة، مريض مزيف برضه بس ما يعرفش قواعد المجموعة. المهم دخل وقعد جنب البنت والصفارة صفرت. البنت وقفت وقعدت والواد بص لها باستغراب. تاني صفارة نفس الكلام. لما عادت المرة دي الواد سألها انت وقفتي ليه؟ قالت له الكل كان بيعمل كده وانا اعتقدت ان انا لازم اعمل زيهم. الواد ابتسم وما ردش. في الصفارة اللي بعدها الواد وقف معاها وقعد معاها وبدأ يدخل مرضى تانيين جداد ويحصل نفس السيناريو لحد ما دخل 7 جداد خالص، برضو كلهم بينفذوا قواعد المجموعة اللي هي ما بقتش موجودة أصلا، بدون أي فهم ولا اقتناع باللي هم بيعملوه. واحد منهم كان بيعاند في الأول وفضل قاعد في مكانه، بس مع شوية وقت قام برضه ووقف معاه. المهم بعد ما التجربة خلصت سألوا البنت إياها انت عملتي كده ليه؟ ردت وقالت لما شفت الكل بيقف حسيت ان انا عايزه انضم ليهم والا هحس اني مستبعده، ولما قررت امشي مع الكل حسيت ان انا مرتاحه اكتر. التجربة دي اتعملت كتير بأشكال وطرق مختلفة واتعملت على الحيوانات كمان زي القرود والفئران، والنتيجة كانت دايما واحدة. لو تأملنا في حياتنا اليومية هنلاقي الظاهرة دي متفشية جدا على فكرة وبشكل غريب. علم النفس أطلق على الظاهرة دي اسم السوشيال كونفيرميتي أو الامتثال الجماعي. إحنا في طبيعتنا كبشر بنحب نبقى اجتماعيين، ده بيحسسنا بالراحة والأمان وإن إحنا مش منبوذين أو مستبعدين، وده شيء جميل. بس الجانب السيء منه إنه أحيانا بيخلينا نكرر أخطاء أو نعتنق أفكار ومعتقدات بتكون غلط ومتخلفة لمجرد إننا جينا ولقينا الناس بتعملها. يمكن التجربة دي تفسر لك ليه الكفار كانوا بيعبدوا الأصنام وأما يتسألوا يقولوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. وبرضه هتلاقيها ظاهرة على السوشيال ميديا بوضوح جدا. يعني مثلا لو ظهر أي ترند جديد على الفيس هتلاقي نفسك بدون وعي نفسك تشارك فيه، نفسك تقول رأيك بأي طريقة عشان ما تبقاش مستبعد، وبكده فعلا هتحس ان انت مرتاح اكتر بكتير. زي ما البنت قالت لو لقيت مثلا بوست تافه بس جايب لايكات كتير وشير كتير وكومنتات كتير هتلاقي نفسك لا اراديا عايز تعمل لايك، وبكده هتكون مرتاح اكتر. وبمناسبة اللايكات مش عايزك تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتعمل شير للفيديو. قيس بقى على كده حاجات كتير زي اللي بيدخلوا كليات معينة عشان اغلب الناس بتدخلها عشان قواعد المجموعة بتقول عليها كليات قمة، والأمثلة من دي كتير. فاحذر يا صديقي من سياسة القطيع وإنك تكرر أفعال بدون اقتناع بيها لمجرد إن الناس بتعملها، لأن عمر الكثرة ما كانت المقياس للصح والغلط. هسيب لك في الديسكريبشن بتاع الحلقة أو أول كومنت على الفيسبوك الفيديو بتاع التجربة كاملة لو انت حابب تتفرج عليها. واخيرا وليس اخيرا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتقول لي رأيك في الكومنتات تحت. ايه رأيك في التجربة وهل انت فعلا لاحظتها قبل كده ولا لا؟ سلام.